زي النهارده يوم 25 رمضان حصل ايه؟ تعال اقولك. موقعة ملاذ جرد في ال25 من شهر رمضان عام 463 هجرية الموافق 1070 ميلادية، حقق السلطان قلب أرسلان قائد جيوش المسلمين وسلطان الدولة السلجوقية انتصارا عسكريا فريدا في التاريخ الإسلامي على الدولة البيزنطية وحلفائها الصليبيين، ووقع إمبراطور الدولة البيزنطية رومانوس الرابع أسيرا في هذه الموقعة الحربية ملاذ كرد أو ملاذ جرد، والتي تقع بالقرب من أخلاط غربي آسيا الصغرى. مولد العالم فخر الدين الرازي في ال25 من شهر رمضان عام 544 هجرية الموافق 25 يناير عام 1150 ميلادية. ولد العالم الجليل والفقيه والأصولي الكبير محمد بن عمر بن الحسين بن علي المعروف بفخر الدين الرازي، صاحب تفسير القرآن الكريم مفاتيح الغيب، وهو من أجل التفاسير وأشهرها، وقد تجاوزت مؤلفاته أكثر من 100 كتاب. انحدار التتار في معركة عين جالوت في 25 من شهر رمضان عام 658 هجرية الموافق 3 من سبتمبر عام 1260 ميلادية. نشبت معركة عين جالوت في المنطقة التي تقع بين بيسان ونابلس بفلسطين بقيادة المظفر سيف الدين قطز، والمغول بقيادة كيتوبوكا، وقد كتب الله عن نصر المسلمين فحققوا فوزا هائلا وأوقفوا زحف المغول الهمج وأنقذوا الحضارة الإسلامية من الدمار. مولد الزعيم المصري محمد فريد في 25 من شهر رمضان عام 1284 هجرية الموافق 20 من يناير عام 1868 ميلادية. ولد الزعيم المصري محمد فريد أحد زعماء الحركة الوطنية بمصر، تسلم زعامة الحزب الوطني بعد وفاة الزعيم مصطفى كامل، بذل ماله وجهده في خدمة القضية المصرية والمطالبة بالاستقلال والتنديد بالاحتلال، وتوفى غريبا عن وطنه في ألمانيا، وترك مؤلفات تاريخية مهمة من أشهرها تاريخ الدولة العليا العثمانية. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو وتقولي رأيك في كومنت. سلام.